استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. الواحد مش عارف يلاقيها منين ولا يعمل ايه في الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي. الواحد زين. ابو صالح اتفضل يا استاذ علي حبيبي، عامل ايه؟ مبارك. كويس مالك يا عم؟ كل ما اجي الاقيك كده مش طايق نفسك. والله انا اتخنقت وزهقت وجبت اخر. ليه خير؟ المدام عشان ما انا قاعد النهارده عايزانا واساعدها في شغل البيت ومستكتره عليا اليوم اللي انا قاعد النهارده اجازه. طب يعني هي الفكره النهارده انك تعبان وده يوم اجازتك، ولا الفكره اصلا مرفوضه عنك؟ طبعا مرفوضه. مرفوضه عندك خالص؟ ايوه مرفوضه طبعا. اساعدها ليه انا؟ ليه؟ امال هي لازمتها ايه في البيت؟ لا يعني شايف ان دي انت راجل ومالكش انك تعمل اي حاجه؟ لا ما عملش، هي اللي تعمل. طب ما تصلي على النبي كده عليه افضل الصلاه والسلام. انت ايه رايك في سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام؟ صلى الله عليه وسلم. علشان الموضوع ده يعيد، الموضوع ده مش موضوع عم صالح بس، الموضوع ده موضوع رجاله كتير قوي. عايز تكسب قلب مراتك؟ يعني ناخد حته ضحك كده الاول. عايز تكسب قلب مراتك؟ قول لي عادي. اغسل لها اغسل لها المعين. ازاي عالم كلام. صلى الله عليه وسلم. نتكلم جد بقى شويه. لقد كان في رسول الله اسوه حسنه. وفي اعظم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا لا، بتكلم بجد بقى دلوقتي. في اعظم من سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام؟ لا طبعا مستحيل. هو افضل الخلق اجمعين صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاه والسلام كما روي لنا في الاحاديث الصحيحه انه كان يخسف نعله ويحلب شاته، تمام، ويخيط ثوبه. النبي كان بيخيط الثياب بتاعته كده بنفسه ويحلب شاته بنفسه صلى الله عليه وسلم ويخسف نعله ويقوم على حوائج اهله. والنبي عليه الصلاه والسلام بيقول لنا خيركم خيركم لايه؟ لاهله. ما تقلش من رجولتك ابدا يا عم صالح لما تكون زوجتك انت جاي وعارف ان هي تعبانه مثلا، وبعدين دخلت على المطبخ لقيت الدنيا مش مظبوطه فبدات تنظم الحاجه بنفسك. ايه المشكله لما الاقي زوجتي يوم الجمعه عايزه تظبط الشقه وانا عندي وقت ومفيش مشكله خالص ومش تعبان ان انا ايدي في ايديها وانا اروق في الانتريه وهي تروق في اوضه النوم؟ ايه المشكله خالص؟ هل احنا احسن من النبي عليه الصلاه والسلام؟ ابدا يا عم صالح. البيوت على فكره كلها بقى فيها فراغ ثقافي ديني، ما بقاش الناس عندها الثقافه الدينيه وبقاش الناس عندها اختيار القدوه. القدوه بالنسبه لنا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. تمام ولا لا؟ تمام. حتى ان انت عارف دايما ان المراه بيغلب عليها العاطفه شويه عن الايه؟ عن العقل. فانت تقدر تكسبها بايه؟ بكلمه واحده. انا معاك ان هم في منهم كتير يعني ما شاء الله، واذا عملت الحاجه خلاص بتتفرض ايه؟ عليك. بتتفرض عليك. لا هي ماهيش كده، هي ماهيش فرض عليك، هي معادله ما بين طرفين، الزوج والايه؟ والزوجه. المفترض الاثنين يحققوا المعادله دي عشان تطلع معادله صحيحه ما يبقاش فيها اي خطا، صح ولا لا؟ فيا عم صالح لا، دي ما تقلش من رجولتك خالص، لان انت لو بصيت بالفكر ده يبقى انت بتنتقد